النزاع المستمر بين محمد الترك ودنيا بطمة، حروب الأضواء والكاميرات. إنها خرجة جديدة مستفزة ومحمومة من قبل الرجل البحريني الشهير محمد الترك، الذي لم يتوقف عن تصاعد الجدل مع طليقته الفنانة المغربية دنيا بطمة. في محاولة جديدة لإثارة الجدل ولفت الأنظار إلى نفسه، قام محمد الترك بنشر مقطع فيديو على حسابه في تطبيق تيك توك يستعرض فيه منزل دنيا بطمة في البحرين. في هذا الفيديو الذي انتشر بسرعة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة على منصة إنستغرام، قام محمد الترك بإلقاء جميع أغراض طليقته دنيا بطمة خارج المنزل الذي سبق له وعاش فيه رفقتها وابنتهما الصغيرة غزل. هذه الخطوة الجريئة والمثيرة أشعلت الجدل مجددا حول العلاقة الصاخبة بين هذين الزوجين السابقين. وفي تصريح جديد له، أكد محمد الترك أنه قام بالتخلص من كل أغراض دنيا بطمة ووصفها بأنها عالم سبيستون، مما يظهر تصاعد التوتر والرغبة في إثارة الجدل من جديد. ولكنه أشار إلى أنه احتفظ بأغراض ابنتهما غزل، مؤكدا أنه ينتظر عودتها إلى المنزل قريبا. وتعهد محمد الترك في الوقت نفسه بزيارة المغرب قريبا لاستعادة نجلتيه غزل وليلى روز، وأعلن عن هذا القرار خلال بث مباشر على حسابه في تيك توك. وعلى الرغم من أنه لم يكشف عن تفاصيل محددة حول موعد الزيارة، إلا أن هذا الإعلان أثار تساؤلات كبيرة حول مستقبل العلاقة بين محمد الترك ودنيا بطمة. وفيما يتعلق بوضعه العائلي، أعلن محمد الترك عن خطبته المقبلة لسيدة سعودية، مما أضاف للجدل حول حياته الشخصية والعاطفية. وبشكل مفاجئ أعلن أيضا ابتعاده عن المجال الفني وعدم ممارسة أعمال فنية حاليا. إن هذه الخرجة الجديدة لمحمد الترك ليست الأولى من نوعها، فقد تعودنا على رؤيته يثير الجدل منذ انفصاله عن دنيا بطمة وعودته إلى البحرين. إنها حروب الأضواء والكاميرات التي لا تنتهي، والتي تجعل الجمهور يترقب باهتمام ما سيحدث في الفصل القادم من هذه الدراما الواقعية المعقدة بين هذين الزوجين السابقين.